المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها رئيس سياس أفوركي يبعث برسالة تعزية للرئيس الليبي. تنظيم عرض للأوبرا الصينية في أسمرة. تنظيم محاضرة في أغردات للتوعية بالقانون. إعصار دانيال يخلف آلاف القتلى والمفقودين في شرق ليبيا. واشنطن تفرج عن أموال إيرانية في إطار اتفاق تبادل السجناء مع طهران. وأردوغان يعلن مواصلة المحادثات مع بوتين لزيادة إمدادات الحروب. أهلا بكم مشاهدينا. بعث الرئيس سياس أفورقي برسالة تعزية وتضامن لرئيس المجلس الرئاسي في دولة ليبيا عن الأضرار التي ألحقتها العواصف والفيضانات التي شهدتها ليبيا، وهذا نص الرسالة. فخامة الرئيس محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي بدولة ليبيا، تحية طيبة وبعد. تابعنا ببالغ الحزن والأسى تداعيات العواصف والفيضانات التي شهدتها بعض المناطق في ليبيا، والتي أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 2000 من الضحايا وآلاف المصابين. وإذ تعبر الحكومة الإريترية عن وقوفها وتضامنها مع ليبيا وشعبها الشقيق في هذا المصاب الجلل، تتقدم بخالص تعازيها لأسر الضحايا وبتمنياتها الصادقة للمصابين بالشفاء العاجل والأمن والسلامة لدولة ليبيا وشعبها الشقيق. أخوكم سياس أفورقي رئيس دولة إريتريا. عرضت في سينما روما في 11 من سبتمبر الجاري أوبرا صينية بمناسبة الذكرى 30 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين إريتريا وجمهورية الصين الشعبية. حضر العرض الذي تم تنظيمه بالتعاون مع مفوضية الثقافة والرياضة وسفارة جمهورية الصين الشعبية، وتم بثه مباشرة عبر الفضائية الإريترية. حضره الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة والجبهة ومسؤولون في سفارة جمهورية الصين الشعبية والدبلوماسيين المعتمدين لدى الدولة. وصاحب العرض الذي قدمته فرقة الأوبرا الصينية، والتي يعود تاريخها إلى أكثر من 500 عام، حركات وإيقاعات موسيقية تقليدية وقصائد. وقال مسؤول الشؤون التنفيذية بسفارة الصين في إريتريا السيد داي تيماو أن إريتريا وجمهورية الصين الشعبية دولتان صديقتان منذ زمن طويل، موضحا بأن زيارة الرئيس سياس أفورقي لجمهورية الصين الشعبية والاتفاقية التي وقعها مع الرئيس شي جين بينغ فتحت فصلا جديدا في العلاقات القائمة، مشيرا إلى أن حضور الأوبرا كان انعكاسا لذلك. وقال منسق العرض السيد مهاد سليمان أن أداء فرقة أوبرا وو يعد استمرارا للصداقة الثقافية النامية بين البلدين. وقدم مفوض الثقافة والرياضة السفير زمدي تخلي هدية لفرقة الأوبرا. ألقيت محاضرة تهدف إلى رفع الوعي القانوني لموظفي المؤسسات الحكومية والاتحادات الوطنية وأفراد الجيش في أغردات. وأوضح قائد مركز شرطة أغردات ودقي النقيب هبتو ولد آب والمدعي العام بأغردات ياسين علي مفهوم القانون بشكل عام وحقوق المتهم بشكل خاص، ودور المدعي العام والجهود المبذولة للحفاظ على القيم المجتمعية. وقال إن الإبلاغ الفوري للشرطة يعني الاستجابة الفورية، مضيفا أنه يجب على المجتمع بشكل عام وأولياء الأمور بشكل خاص دعم القوات الشرطية من أجل سلامة المجتمع والبلد. من جانبه أوضح المدعي العام ياسين علي فوائد تطبيق القانون وعواقب عدم الالتزام به، قائلا إن تطبيق القانون هو أساس الحياة السليمة. شكر مدير مديرية أغردات السيد إسحاق طحوم مركز الشرطة على تنظيم البرنامج، وذكر أنه يجب إجراء مثل هذه المحاضرات بشكل مستمر خاصة في يوم القانون. تلقى 127 شابا في مديرية تسني دورة تدريبية في الرسم والإسعافات الأولية في النصف الأول من هذا العام. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في المديرية السيد ملس جبراي أن التدريب يأتي في إطار جهود بناء الشباب، مشيرا إلى أن 25 شابا تدربوا في الرسم و102 في الإسعافات الأولية. وقال الممرض عمر أبرار والممرضة لتي خدان حقوس والممرض منقست أب شومندي أن الشباب الذين تم تدريبهم على الإسعافات الأولية
لمدة 3 أشهر يتلقون التدريب العملي الأساسي في مستشفيات السني والمركز الصحي. وذكر المتدربون أن التدريب الذي تلقوه اعتمد على اهتماماتهم وساعدهم على استكشاف قدراتهم وتزويد أنفسهم بالمعرفة الأساسية. ويضم الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع مديرية السني ما يزيد عن 7800 عضو. يقوم سكان 6 قرى في منطقة منخسيتو في مديرية سهان عفيف بإصلاح طريق ترابي يؤدي إلى قريتهم من ضاحية ربا الناصع بالتعاون مع قوات الدفاع. وقال رئيس لجنة التنمية الأستاذ تخل مريم أبرهة أن المشروع الذي ينفذ بنصف مليون نقفة عبر السكان يشمل رصف وتوسعة الطريق وإنشاء قنوات للحماية من الانجراف. وأضاف أنهم يعملون جاهدين لاستكمال الطريق قريبا وبدء خدمات شركة حارات للمواصلات العامة. وقال السيد كحسي حيلوم مدير ضاحية منخسيتو أن الأنشطة التي قام بها السكان وحدهم لم تسفر عن نتائج فعالة، غير أن العمل الجاري بتعاون قوات الدفاع ودعم الآليات يحقق نتائج جيدة. وقال السكان أنهم كانوا يواجهون صعوبة في نقل المرضى والحوامل إلى المؤسسات الصحية بسبب رداءة الطريق، معربين عن أملهم لإيجاد حلول دائمة عبر إصلاح الطريق. وتقع منخسيتو على بعد حوالي 23 كيلومترا جنوب صنعاء ويقطنها 1800 نسمة. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. تباينت التقارير الواردة من ليبيا بشأن عدد القتلى الذين لاقوا حتفهم جراء الفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة هطلت على شرق البلاد خلال الأيام الماضية بعدما اجتاحت العاصفة دانيال البحر المتوسط وهطول أمطار غزيرة. وأظهرت صور التقطها سكان في المنطقة المنكوبة سيولا وحلية عارمة ومباني منهارة وأحياء بأكملها غارقة تحت المياه. وفي حديثه لقناة المسار التلفزيونية الليبية قال رئيس حكومة شرق البلاد أسامة حماد أن هناك أكثر من 5000 قتيل وآلاف المفقودين في مدينة درنا وحدها، لكنها أرقام لم تؤكدها أي مصادر طبية ولا أجهزة الطوارئ. كذلك قال وزير الصحة الليبي في الحكومة المكلفة من قبل البرلمان في طبرق بشرق البلاد عثمان عبد الجليل في تصريحات إعلامية أن الوفيات قد تجاوزت 2000 قتيل أغلبهم في مدينة درنا. وأعلنت حكومة حماد المنافسة للحكومة الانتقالية المعترف بها دوليا والمدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس أعلنت درنا منطقة منكوبة. سمحت الولايات المتحدة بتحويل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية إلى قطر في خطوة ضرورية لتنفيذ اتفاق مبادلة السجناء بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية سبق الإعلان عنه. وأعلن في 10 من أغسطس على الخطوط العريضة للاتفاق الأمريكي الإيراني الذي بموجبه سيتم السماح ل5 مواطنين أمريكيين تحتجزهم إيران بالمقادرة مقابل تحويل الأموال للإفراج عن 5 إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة. وأفادت وثيقة أمريكية مرسلة إلى لجان بالكونغرس الأمريكي تنطوي على أول إقرار رسمي من الحكومة الأمريكية بأنها ستطلق سراح 5 إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة في إطار اتفاقية من أجل تحرير المواطنين الأمريكيين ال5. وحسب الوثيقة فإن تحويل الأموال لن يقدم سوى فائدة محدودة لإيران، لأنه لا يمكن استخدام الأموال إلا في التجارة للأغراض الإنسانية. صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه سيواصل محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسيطلب منه زيادة إمدادات الحبوب للدول المحتاجة. وأضاف الرئيس التركي على الدول الغربية مع تقديرها لجهود تركيا أن تبذل الجهود بنفسها وتفي بوعودها فيما يتعلق بصفقة الحبوب، لافتاً إلى أن الموقف تجاه مسألة تصدير الأسمدة الروسية أمر غير مقبول. واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب
أردوغان في مدينة سوشي. وكان قد صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف بأنه لا يوجد موعد محدد للمحادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان بشأن صفقة الحبوب، لكن إذا لزم الأمر فيمكنهما الاجتماع على الفور. والتقى بوتين وأردوغان في مدينة سوشي الروسية الأسبوع الماضي وناقشا العلاقات الثنائية والمسائل الإقليمية والدولية والأزمة الأوكرانية، فضلا عن التعاون في مجال الغاز والطاقة. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. رئيس السياسة أفورقي يبعث برسالة تعزية للرئيس الليبي. تنظيم عرض للأوبرا الصينية في أسمرة. وتنظيم محاضرة في أقردات للتوعية بالقانون. إعصار دانيال يخلف الآلاف من القتلى والمفقودين في شرق ليبيا. واشنطن تفرج عن أموال إيرانية في إطار اتفاق تبادل السجناء مع طهران. وأردوغان يعلن عن مواصلة المحادثات مع بوتين لزيادة إمدادات الحبوب. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.